وهاي نسمع المثل اللي يقول حلاوة بلا يا ملح. اكو بنية تعلمت من امها لازم بكل طبخة تحط ملح وتعتبره شيء اساسي، لان الملح يخلي الاكل طيب. المهم البنية تزوجت وهي بعد ما متعلمة على الطبخ، وكل ما تطبخ رجلها يضوج منها كلها، لان يا ما يطلع مالح لو ما مضبوط. فرجلها قال خلي وحده من الجيران مرة عجوز تمر عليها وتعلمها شلون تطبخ. وصدق صارت هاي العجوز يوميا رايحة رادة عليها تعلمها شغلة ورا شغلة. بس البنية ضاجت منها وقالت ببالها انا اعرف اطبخ، هاي شكو يوميا رايحة رادة علي المرة العجوز. وبيوم من الايام طلب منها رجلها تسوي له حلاوة، وهي ما كانت تعرف تسوي حلاوة. فظلت محتارة هسه الملح نحطه بالحلاوة لو لا. قاعدة تفكر وشكت بنفسها لين متعودة تحط ملح بكل شيء، بس الحلاوة غير شكل. فقالت خلي اسأل بس مو مباشر، خليها تشلمة على طاري. طلعت على باب بيتها وقعدت تنتظر اول واحد يمر، ومر بيها رجال كبير بالعمر. فقامت ترفع صوتها وتقول بطريقة ثانية تحكي وين نفسها كأنما عابها الشايب شن حلاوة بلا يا ملح. فالرجال فهم قصدها وضحك ورد عليها وقال لها بنيتي روح سوي الحلاوة بس لا تخلين عليها ملح. فرحت البنية وشكرت ربها ودخلت وسوت الحلاوة. والعبرة بهذا المثل مو كل شيء نتعلم نطبقه بكل مكان، والتواضع أحسن. وإذا ما نعرف ما بيها شيء نسأل، بس الأهم نسمع النصيحة.